السلام عليكم الزول الفلاوات، كي راكم دايرين؟ الحمد لله راكم بخير. فوالا رانا ديما في الدوار، ديما تحت إقامة جبرية هنايا في مدينة عين مران في ولاد شلف. على بالكم بلي عندي 6 أيام منعوني باه نتلاقى مع الشعب الجزائري، 6 أيام منعوني باه نلم استمارات في البلديات، وسمحوا لي في عزازقة، في أقبو، في جيجل، في بجاية، في برج بغريرج، في العلمة، في شلف، في الخميس، في تيارت، في تيزي مسيلت، في ولد الفضة، يعني في مستغالين، في واهران، في تلمسان. سمحوا لي الله غالب، هذه المافيا تاع 40 سراق ما بغاتش بلي نتلاقى مع الشعب، ما بغاتش بلي نلموا الاستمارات. واليوم راني ديما تحت إقامة جبرية غير قانونية في دوار القاقزة مدينة عين مران ولاد شلف. على بالكم بلي البارح منعوني باه نتلاقى مع الشعب، كانوا 250 شرطة أنتي إيموت قدام الباب باه يمنعوني باه نخرج مع الشعب، باه ندير مسيرة سلمية ضد العدة الخمسة. على هذا الشيء أنايا نقصت من البالكون وشفتوا واش داروا، حبسوني، داروا لي لاكريموجين، داروا لاكريموجين في الشعب، وحبسوني 6 سوايع في الدروج تاع الباطمة في بريد مركزي في المكتب تاعنا السياسي. وعلى بالكم بلي حنايا قانونيين، حنايا سلميين، حنايا ديمقراطيين، وحنايا حضاريين، حنا خاطينا المشاكل. Donc comme vous pouvez le voir de vos propres yeux, je suis dans le Douar à Qarza, dans la commune de Ain Imran Achlef. Je suis toujours en résidence surveillée illégale depuis 6 jours, à la fois dans mon village et à la fois à Alger. J'ai été pris de force hier de mon bureau où j'ai été séquestré pendant 6 heures dans le hall de l'immeuble, puis de force accompagné par 250 policiers ramenés dans mon village ici dans la commune de Ain Imran, dans la wilaya de Chlef. Et aujourd'hui, je suis toujours placé en résidence surveillée avec interdiction de me déplacer et interdiction de déposer mon dossier demain au Conseil constitutionnel. Donc يا شعب جزائري نطلب منكم حاجة، على بالكم باللي غدوة إن شاء الله النهار التالي باه نقدموا الملف ترشح المجلس الدستوري في ألجي. ان شاء الله نطلب منكم باللي تجوا لي هنا في الدوار في عين مران على الساعه 10 ان شاء الله. نطلب منكم يا الزعماء، يا الجزائريين، يا الجزائريات، اروحوا لي هنا. نطلب منكم تعاونونا باه تخرجونا من هذه الاقامه الجبريه هنايا في مدينه عين مران في دوار القاقزه على الساعه 10 ان شاء الله. بنروحوا الاسكورت حتى تزير عاصمه باه نوصلوا في 3 امام المجلس الدستوري باه نقدموا ملف ترشح. يا جماعه الجزائريين، هذه رساله كاع الجزائريين وكاع الجزائريات اللي راهم باغيين تغيير سلمي قانوني حضاري والديمقراطي في هذا البلاد. نطلب منكم باللي تجوا لي هنا في الدوار القاقزه في مدينه عين مران في ولايه شلف على الساعه 10 ان شاء الله باه تخرجوني من هذه الاقامه الجبريه تاع لا مافيا تاع 40 سراق. راكم تشوفوا هذو الناس ما على بالهمش كاع بالقانون، ما على بالهمش كاع بالدستور. الرئيس ميت وبغاو يرشحوه، على بالكم بلي راه ميت كومبلي، ربي يرحموه ان شاء الله ندفنوه كيما مسلمين. فهمتوني ولا لا؟ الرئيس ميت وبغاو يديروه. البارح 15 مليون جزائريين خرجوا قالوا لهم لا العدة الخمسة، وما زالوا في عماهم، ما زالوا يستعملوا بالعنف، ما زالوا يلعبوا بالمؤسسة الأمنية، ما زالوا يلعبوا بالمؤسسة العسكرية، ما زالوا يلعبوا بالمؤسسة الدبلوماسية. هذو الناس ما يرحموش. فهمتوني ولا لا؟ هذو الناس والله ما على بالهم كاع بالبلاد، ما على بالهمش كاع بالاعلام. هذو الناس جهالة، سو سون دي منافقين. هذو الناس سو سون دي زاتي كيما الوقت تاع الجاهلية. فهمتوني ولا لا؟ لازم نخرجوهم بالطريقة السلمية قانونية ديمقراطية وحضارية. على هذا الشيء غدوة ان شاء الله على بالكم النهار التالي باه نقدموا الملف ترشح في المجلس الدستوري، وعطيت الموعد المجلس الدستوري على الساعة 3. نطلب منكم يا الشعب الجزائري، يا الشبيبة الجزائرية، اروحوا لي هنا في عين مران مدينة عين مران في ولاية شلف، ونديروا كورتيج باه هكاك الاب ما يزيدش كاع يهضر بالقوة الشعبية، ونروحوا في رحبة بالاسكورت حتى الألجي حتى المجلس الدستوري، وكيما الناس نقدموا ملف ترشح. فهمتوني ولا لا؟ اليوم ما نضحكش، اليوم ما نلعبش، هيا بزاف
بركات المسخير تاعهم هذو واش يكونوا هذو يهود هذو اسرائيل هذو بغا يديروا لنا استعمار تاع فرنسا ولا كيفاه بيان و32 سنه وعشنا تحت الاستعمار تاع فرنسا ودروك ولينا مع الاستعمار تاع لا مافيا هذو تاع 40 سراق. هيا بركات سا سوفي. شراكم حاسبين روحكم نتوما شراكم حاسبين بزاف. حشمنا بصح دروك سي بون. 15 مليون جزائريين قالوا لكم لا وما زلتوا تستعملوا بالعنف، ما زلتوا تهبلوا، ما زلتوا تحاسبونا كيما حيوان. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Maintenant, on va mobiliser la force populaire du pays contre vous. فهمتوني ولا لا؟ Et toujours pacifiquement. Donc غدوة إن شاء الله نقدموا الملف تاعنا ونعطي موعد كاع الجزائريين في الجزائر أمام المجلس الدستوري على الساعة 3 ضد هذه المافيا هذه. واستعمرتونا ولا كيفاه؟ 6 أيام بلوكيتونا، 6 أيام ما خليتوناش نلموا الاستمارات، 6 أيام وتقولوا الأمن حبسنا في وهران في الأوتوروت 100 جندي، 100 بوليسي، 100 جدرمي، 100 مخابرات، هي بزاف. وحشموا على روحكم شوية. سا سوفي. بركات. اوكي؟ مهدي غالي حبستو في ألجي، درتو في الصيف، شاركوا حاسبين روحكم. Maintenant, ça suffit. اوكي؟ والله ماني طلقكم. دوكا مع القوة الشعبية، مع الشعب الجزائري كومبلي، مع الشبيبة الجزائرية نخرجوكم بالطريقة السلمية، قانونية، ديمقراطية وحضارية. وغدوة إن شاء الله 10 في الدوار و3 في المجلس السوري. وتحية الجزائر.